السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات أم هنا. أهلا وسهلا بكم حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم البنات ندير معكم مطلوع بونارين، واحد المطلوع يجي روعة وخفيف وهشيش من الداخل. طريقة سهلة وبسيطة، نتمنى غير تدخلوا لا فيديو وتتبعوا لا فيديو حتى النهاية وتستفيدوا من هذا الخبز. يجي روعة، سيرتو هذا خبز بونارين. الطريقة تاعو راهي سهلة وبسيطة. شوف كيفاش جا احمر وجا منفخ وجا ما شاء الله، جا مقرمش. هنا الطريقة علاه سميناه بونارين. هنا كانوا تاع بكري يديروا النار، يديروا لتحت النار ولا الرماد وعاودوا يحطوا هذاك الطاجين ويديروا فوقه الجمر. يعود بونارين من تحت يكون النار، من فوق نار كأنه كي الفرن. هاو البنات شوفوا الشكل تاعو. دوك نروحوا مع بعضنا المقادير وتشوفوا الطريقة كيف يخرج هذا المطلوع، يجي ما شاء الله. هنا عندي 2 كيلات تاع سميد مع كيلة تاع فرينة. شوفوا هذا الكمية، درت لي 2 حبات تاع مطلوع. هنا شوفوا درت، قلت لكم درنا كيلة. هنا تحبي ديري الفرينة اكثر من السميد او ديري السميد اكثر من الفرينة. انا حبيت نديرو بالسميد ودرت له وحده معها فرينة. هنا واش درنا ملعقة كبيرة تاع سكر مع ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. هنا باش تفاعلنا السكر مع الخميرة، والخميرة تاعتنا تجينا خفيفة. هنا شوفوا الملح ما نديروش في البدايه. هنا واش ندير، ما درت فيه لا سينوج لا درت فيه حتى والو. هنا جبت الماء سخون، يكون سخون دافي، ماشي سخون بزاف، شويه يكون دافي، لازم نكسروه. هنا لحت هذيك الكميه تاع الماء فوق هذيك الخميره والسكر. هنا نخلوه واحد 2 دقائق 3 ما بين ما يتفاعل لي هذاك الخميره. هنا واش نديرو دركا، نحكم العجين تاعي نلمو. هنا البنات هذا العجين تاعنا، هذا خميره هذه او المطلوع، لازم يتعجن مليح عده مرات حتى يرجع لك كي الاسفنج. هذا الخبز تاع المطلوع تاع بونارين لازم يتعجن مليح. هنا اذا ما تقدرش تعجني ديري في البيطره او في العجانه. انا هنا حبيت نخدمه بيدي، وانتم اذا ما تقدروش ديروه في العجانه. وشي هو تخدموه مليح حتى تشوفوا العجين تاعكم رطاب ورجعكم كي البغرير، عفوا كي الاسفنج. دركا نبدا نلم العجين. هنا كي نلمو العجين تاعنا، هنا عجنوه المره الاولى يكون شويه ناشف، ومن بعد نمشيو طروا العجين تاعكم. هنا غير شوفوا نلم العجين تاعي ونخليه يرتاح تقريبا بواحد 5 دقائق، ونبدا نعاود نعجنوه. عجنوه عده مرات، مش مره واحده وفقط وتقولي العجين تاعي يطلع لي المطلوع تاعي يطلع لي مليح. لا، لازم تعاوديه عده مرات. هكذا لما انا العجين تاعي هكذا البنات سمحوا لي لان ما صلحتليش كيف نعجنها معكم. هنا دوك نقطع الفيديو ونعاود نلم العجين تاعي. هكذا نلم العجين تاعي مليح بهذه الطريقه. وهنا واش نقول لكم، خلوه غير يرتاح. هنا لميت العجين تاعي، شوفوا البنات خليته لميت العجين. هنا واش ندير دوك، نجيب الملح، درت ملعقه ونصف صغيره الملعقه ماشي كبيره، ندير لها الماء، نحل هذاك الملح تاعي مليح، ونعاود نحكم العجين تاعي، نعاود نلم به هذاك الملح اللي درته، ونعجن مليح العجين تاعنا. لازم تعجن هنا طريقه ضربيه بالبنيات حتى العجين تاعك يطرى ويعود فيه العلك. لازم يكون معلك هذاك السميد تاعك. هنا شوفوا نخبطوا قدام مره، نزيد نخليه يرتاح، نعاود نخبطوا حتى نشوف العجين تاعي اللي تحصل عليه. نحبوا لازم يكون العجين تاعنا يكون طري ويكون ارطب. شوفوا هنا العجين تاعنا خليته يرتاح. شوفوا البنات، شوف كيف ولا كانه مديريه في الاسفنج. هنا دوك نزيد نعاود نلمو ونخليه يخمر للمره الاخيره. هنا 3 مرات وانا نعاود فيه. هنا نزيد شويه ماء، لازم نبلو يدينا بالماء. هنا العجين تاعنا لازم يكون شويه طري. هنا البنات شوفوا دوك، هنا نغطيه ونخليه يرتاح. لازم العجين تاعي يرتاح. تحصلت على الشكل هذا العجين. شوفوا يكون طري ويكون صافي، يكون ارطب، ما يكونش تشوفوا السميد. لازم السميد تاعنا يروح كما نقول هنا، يرجع رطب، ما يبقاش فيه هذوك الحبيبات. هنا دوك جبت له هذا البلاستيك نغطيه مليح، نزيد ندير له الصرافط نغطيه حتى يخمر لي المره الاخيره. هنا غطوه مليح البنات باش يخمر لكم ويجيكم العجين تاعكم مطلوع. شوفوا هنا صايه البنات طلعت، ها هي كي شوفوا هذاك النيلو نحوه. نعاود نشوفوا كيفاش نديروه. شوفوا هبطوا بالعقل. انا هنا ادهنوا العجين تاعكم بالزيت باش ما تلصقلكمش هذاك العجين، ما يلصقلناش في النيلو. ها هي البنات دوك نهبط هذاك العجين تاعنا اللي لصق، وتشوفوا الطريقه كيفاش نحكموا هذاك العجين تاعنا، نلوزوه ونخلوه يرتاح. هنا نجيبوا الماء، لازم نديروا الماء، نعاونوا يدينا بالماء، ونجيبوا السميد منا ونحكموا يدينا ندخلوا فيه من الماء
ونحكموا العجين تاعنا. هنا البنات ما تكسروا الخميره ما والو، غير لموه فقط كيما هكا وقسمي العجين. انا درت مزوج كرات تاع مطلوع، وانتم كما تبغوا ديروهم صغار تقدروا ديروهم حتى 3 تاع مطلوع يكونوا صغار. هنا هاي شوفوا البنات كيفاه رطب، جا العجين تاعو طول مدار هذاك منفخ. شوفوا هنا دوك نقطع هذا العجين، درتها 2 حبات كبار تاع مطلوع. وانتم البنات تحبوا تصغروا كما تحبوا. انا المهم الطاجين تاعي كبير. هنا البنات درناه في الطاوه او في طاجين يكون تحديد يكون خشين، هذاك الثقيل لازم نديروه في ثقيل، حاجه تكون ثقيله. دوك نزيد نكمل هذه نلوزها مليح ونحطوهم في السميد نعاونوهم في نديروهم في السميد باش يترمل لنا العجين تاعنا ويجينا ما يتلصقش في اليد. هنا دوك نكركبهم في السميد قلت لكم بهذه الطريقه. وجيبوا الطاوه تاعكم او يكون مقله تكون خشينه ولا طاجين خشين، وديروا له السميد، وحطوه في المقله تاعكم وعاودوا بسطوه. هنا جبت هذه الطاوه تاعي خشينه البنات طيب روعه. هنا شوفوا البنات نفضوا منه السميد باش ما يبقاش فيه سميد بعد ما يتحرقناش. هنا دوك نحطها ونزيد ندير الحبه الثانيه حتى هي كيف حتى نكملهم، ومن بعد نبسطهم نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق 3 دقائق، وانتم بدو عاودوا بسطوهم. هاي البنات طريقه سهله وما كاش اللي ما يعرفش يدير المطلوع. علاه نديروا السميد باش يعاوننا في الهزان تاع المطلوع تاعنا. شوفوا البنات كيف جا العجين ناجح، دار هذوك اللامبولات او هذوك الفقاعات. هنا شوفوها هنا نبسطها مليح. هنا حكموا البنات ديروا شويه السميد من التحت باش ما تلصقلكمش الخبزه تاعكم. ونعاود نهبط هذيك الخبزه هكا بالاصابع تاعي. شوف كيفاش جاو ملبيين، جاو ما شاء الله لا تعرفوا البنات. بغا نخبز فيه كانني نخبز في القطن، جا كي عجينه الاسفنج. حنا دوك نحل هذا كامل. هنا البنات كي تبغي طيبيها تخليها ترتاح تحطيها على النار او على الطابونه، والفرن تاعك لازم يكون حتى هو يسخن من فوق. نطيبوها من التحت فوق الطابونه ومن بعد ندخلوها للفرن تزيد تحمرنا من فوق. علاه سميناها بوناري؟ لان حنطيبوها من التحت فوق الطابونه ومن بعد نعاودو نطيبوها في الفرن او الكوشه. هذه الحبه الثانيه دوك نبسطها حتى هي وندير لها السميد ونحطهم يرتاحوا. نحط هذيك اللي درتها الاولى نحطها على النار ونغلقها، نحط عليها غلاق قفلوا عليها ولا خلوها كما تحبوا. المهم تحبوا تغطوا عليها ولا تخلوها. هنا راني حطيتها على النار. شوفوا نقصت لها النار خلاص نقصوا لها. وهذه الحبه الاولى. دوك واش ندير نجيب الطاوه تاعي ونقفل عليها، تغطوها باي حاجه كما درت لها انا هاك. تحبوا ما تغطوهاش كيف حتى تشوفوها بدات تحمار من التحت وتشوفوها بدات تنفخ ديرها الفقاعات. هنا طلع عليها من التحت، اذا لقيتيها حمارت مباشره دخليها في الفرن. انا هنا صاي هاي البنات حمارت نشفت من الفوق. هنا جيبي الماء والسكر، ديري الماء والسكر وجيبي شيته ودهنيها من فوق هنا باش تحمر لنا وتجينا القرمشه تاع هذاك المطلوع تاعنا وندخلها للفرن. هنا دهنتها بالماء والملح الماء والسكر عفوا. هنا الخبزه الثانيه درتها حتى هي في طاوه كيما هذه، حطيتها على النار خليتها حتى بدات تحمر. هاي البنات دخلتها للفرن تاعي. كل ما نشوفها بدات تحمر زيد نحكي بالماء. شوفوا الشكل تاعها من الداخل البنات كي دخلتها الفرن. هنا كياخذوا هذا اللون من التحت شوف كيف احمر ومن فوق كيف. وهذا هما تحصلت على 2 خبزات يكونوا كبار منفخين جاو ملبيين معلكين ما شاء الله، جاو خفاف البنات. دوك نجيبوا الموس، لازم هنا تخلوهم يبردوا البنات. انا شويه ما خليتهمش يبردوا، من الاحسن نخلوهم يبردوا باش كي تقطعوهم يجي الشكل تاعهم مليح. هنا قطعتهم هكا البنات شوفوا جاو روعه يهبلوا جاو خفاف. تاكليهم هكاك وحدهم جاو كالقطن. شوفوا البنات كيف رطب، شوفوا كيف جا من الداخل فيه من الخيوط. جاو واحد الطريقه تاع المطلوع بونارين ما شاء الله. دوك نزيد نقطع معكم الحبه الثانيه ونشوفوا حتى هي من الداخل نفسها. المهم البنات خلوهم يبردوا باش يجيكم الشكل كي تقطعيهم يجيكم الشكل يجي الشكل يجي روعه. هذا هو البنات خبز تاعي تاع بونارين، مطلوع بونارين. طريقه سهله وبسيطه، سيرتو اللي ما جربوش نقول لكم روحوا جربوه وتشوفوا الخفه والبنه. نتمنى غير يعجبكم هذا الخبز بونارين او مطلوع بونارين. شوفوا البنات الشكل تاعو، شوفوا كيف جا من الداخل جا احمر كي تحت كي من الفوق، وجاو من الداخل جا بنين يتكل وحده. وهذا هو البنات خبز بونارين. نتمنى غير تجربوه ديروه البنات ديروه ما تندموش عليه ابدا. سيرتو اللي يحبوا بزاف المطلوع نقول لكم غير روحوا جربوه. شوفوا هنا دوك نقطعها معكم ونشوفوها من الداخل يا البنات، ما نحكي لكمش على البنه والخفه.
شوفوا من الداخل البنات، جا قطن مقطن وجا خفيف. هنا تقدروا تاكلوا به الشربه، تاكلوا به الحريره، تقدري تشربي غير به الحليب. جا مطلوع ما شاء الله. وهذا هو البنات الوصفه تاع المطلوع بونارين. نتمنى غير تبعوا لا فيديو حتى النهايه وتستفيدوا بهذه المعلومه. سيرتو اللي ما جربوش نقول لكم غير جربوه وعينيكم غامضين. نتمنى يعجبكم وينال اعجابكم، ومع السلامه.